المتحدة. يعني الصورة الآن، هل هي هناك حليف لهذه الدول، حليف للناتو؟ كان لديه طموح أن يكون عضوا في الناتو، تم تشجيعه ودعمه في وجه روسيا، وعندما اشتعلت الجبهات قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أول مرحبا بكم، مرحبا بضيوفك وبمتابعي القناة. بكل تأكيد ما قاله الزملاء سواء من موسكو أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو ضيفك الأول فيه شيء من الصحة وشيء كبير أيضا من عدم الصواب إذا صح التعبير. يجب أخذ الموضوع في شموليته، النظر إليه بنظرة زومية. صحيح أن الرئيس الأوكراني كان لديه سقف تطلعات أكبر، كان هناك أظن سوء فهم أو عدم وضوح من الجانب الأوروبي والأمريكي حول ما يمكن تقديمه من مساعدات لأوكرانيا. الكل يتكلم عن المادة الخامسة وهي حماية شعوب الناتو فيما بينها في حالة التعرض إلى هجوم خارجي، لكن أوكرانيا لا تنتمي إلى حلف الناتو. هذا من جهة. هناك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الأوروبي لا يمكن تصديق أن هناك من سيدفع قطرة دم واحدة من شعبه للدفاع عن أوكرانيا. هناك مثل يمني جميل يستحضرني أو يحضرني الآن، وبيقول الحجر من القاع والدم من راس القبيل. يعني نحن سنعطيك الأسلحة، سنعطيك الخبرات، لكن الدم سيكون من دم الشعب الأوكراني والشعب الروسي. هناك أيضا جيوسياسة مصالح، الموضوع جيوسياسي محض. ما يحصل الآن ما بين أوكرانيا وبين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبين الاتحاد الأوروبي هو صراع قوى ومصالح. هنا روسيا